اشترينا مسواك مخصوص عشان نعرف نختاره صح وازاي نستعمله صح. اول حاجه المسواك لازم يبقى متغلف كده ولازم يبقى طري. ليه يا سيدي؟ لان هو فيه زيوت طياره، فلو مش متغلف هيبقى ناشف، لان الزيوت الطياره اللي فيه طارت، واما تيجي تستعمله هيجرح الاسنان فيعمل لك حساسيه والتهابات في الاسنان، ومفيش فيه مواد فعاله اصلا، فمش هتستفاد منه باي حاجه، ده هو بالعكس هيضرك. فاول حاجه لازم يكون طري ويكون متغلف، دي اول حاجه. وبعدين بنفتح الكيس. بعد ما بنفتح الكيس بنطلعه كده ونحطه، دي كوبايه ميه، نحطه في كوبايه ميه دقيقه ولا حاجه. وبص يا سيدي، واحنا بنشتريه الصوره اللي ظهرت معاك كده هتلاقي في واحد فاتح وواحد غامق. الفاتح بيبقى تركيز المواد الفعاله فيه اكتر وفيه خطوط بيضاء، يعني كل الخطوط البيضاء دي لما بتزيد ويبقى لونه فاتح معناه ان هو كويس. وبعد كده يا سيدي انت دلوقتي بتحط في الميه تقريبا الفتره دقيقه او دقيقه تقريبا او دقيقتين، عايزين مش هتعضوا. لما مش هتعضوا في حرقان، الحرقان ده يعني هو كويس، خلي بالك ده مش احسن حاجه، ده الحرقان فيه مش شديد قوي، بس انت تتعضعض كده بيبقى فيه حرقان. بتعضعض قد ايه؟ مقدار اللي هو الايه، السنتي ونص ده كده انت ايه عضعضته. تستعمله ازاي؟ زي الفرشه بالظبط، يا اما حركه دائريه يا اما تطلع تنزل، نفس الفرشه بالظبط. بتستعمله ليه؟ ده فيه زيوت طياره، الزيوت الطياره ديت بتخلي ريحه البق كويسه، وزائد كمان ان هو فيه الفلورايد بيمنع التسوس، بيقوي طبقه المينا بتاع الاسنان، بيقلل الالتهابات اللي موجوده في اللثه، ففوائده كتيره جدا، وهو سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت المسواك لازم يبقى كده، لازم يبقى طري ولازم يبقى متغلف. انت بس هو بيبقى في جيبك. طبعا المسواك ما ينفعش تسيبه كده، لانك لو سبته كده بينشف في خلال يوم يومين، بينشف ويبوظ ويبوظ لك اسنانك. بتمسكه ازاي وانت اصلا بتيجي تنضف سنان؟ نقولها انت بتمسك، في ناس بتمسكه كده وتعمل كده، المسكه ديت او كده، المسكه ديت دي سواء كده او كده دي غلط، لانك انت بتدي قوه مع المسكه، فممكن تكحت السنه او تعمل لك حساسيه او حساسيه في الاسنان او التهابات في اللثه. المسكه الصح انك تمسكه زي القلم، بص هو قلم معاك، قلم كده، دي بتبقى خفيفه على السن، على السنه نفسها، وما بيعملكش مشاكل في اللثه ولا في الاسنان. يعني انت المسكه الصح تبقى ماسكه كده، ولا مقدار سنتي ونص، وتحافظ عليه زي اطول فتره ممكنه لانه بينشف. بتحافظ عليه في الكيس اللي جاي معاه، يعني انت بتستعمله هو في جيبك على طول، بتستعمله وتحطه في الكيس، يبقى معاه تحطه في الكيس وبعدين تحطه في جيبك عشان تحافظ عليه اطول فتره ممكنه. قلنا ان هو دي بتقعد الحته دي بتقعد تقريبا من 3 ل 5 ايام، بعدين بتنشف، بتلاقي نشفت معاك خالص، بتقطعها وتحط الايه، وتعمل حته جديده وتنضف بيها. فكل سنتي، شوف هو كام سنتي، كل سنتي بيقعد من 3 ل 5 ايام. عشان يقعد معاك فتره اطول من كده في حاجه اسمها الويت راب ميثود، انك بتلفه في منديل مبلول او خلقه مبلوله، او ممكن تجيب تيشو عادي مناديل مبلله وتلفها بيه، بس بشرط المناديل المبلله ديت ما تبقاش فيها عطور ولا فيها كحول، عشان تحافظ عليه اطول فتره ممكن. سامعك اللي بتقول انت بتقول اي كلام وخلاص، فين يا عم المصادر بتاعتك؟ والله عيب، انت بتدور ورايا، عيب والله. بص يا سيدي، عاوز تعرف كل حاجه عن النبات ده، الاسم العلمي ليه اسمه سيلفادورا بيرسيكا، الاسم ظهر معاك دلوقتي، خش دور عليه. خليك فاكر دايما ان صحتك اهم. سلام.